السلام عليكم، معاكم عمرو مرسي وحلقه جديده من كلبك على متربيه. النهارده معانا تيدي وابنه جنجا. تيدي وجنجا الاونرز بتوعهم هم كريم وميمي. كريم وميمي عندهم مكان لاقامه الناس في دهب اسمه المربع. المكان ده مكان بسيط جدا وجميل جدا في نفس الوقت. المكان ده هم اللي بيعملوا الرسومات فيه بايديهم هم واصحابهم، وهم اللي بيبنوا الاكواخ والحاجات اللي الناس بتقعد فيها. هنتفرج النهارده هم مربيين تيدي وجنجا ازاي، وهنرجع لبعض تاني. كريم نور من 5 6 سنين كده قررنا ان احنا نسيب القاهرة ونيجي هنا في دهب. بنعمل ايه؟ بنعمل كل حاجة بايدينا هنا. عاملين هوستل ومكان عايشين فيه، معنا فيه الكلاب بتاعتنا، معنا فيه صحابنا، بيجي لنا ناس من كل حتت في العالم. انا عندي 30 سنة مش صغير. من زمان حوالي 5 6 سنين وانا بيبقى معايا كلاب، بس مش بتقعد معايا فترة طويلة. يعني كان دايما يجي لي كلب ويحصل مشكلة في البيت، مثلا والدي مش عايزه، الكلام ده قبل ما اسافر هنا. لحد ما جيت بقى دهب ولقيت ان ده انسب مكان ان انا يكون معايا كلب فيه. جربت بصراحة كذا نوع من الكلاب وتعبت جدا مع الجولدن كنت بحبه جدا، بس لقيت ان احسن كلب بقى الكلاب، او يعني اللي انا ما كنتش واخد بالي منهم اصلا، الكلاب الصغيرة اللي هي حجمها صغير دي. كنت بحس دايما ان هي كلاب مش كلاب. لما جالي تيدي كان اصغر كلب جالي اللي هو شيزو حاجة كده اسمه، انا بتلخبط فيه. بس بدات اخد بالي ان هو كلب ذكي قوي، كلب بيسمع الكلام، كلب بيحرس المكان رغم ان هو صغير جدا. هو قبل كده مسك حرامي جنبنا، يعني فضل يهوهو لحد كان في حد بيحاول يفتح الباب اللي جنبنا. فبدات اتعلق بالكلاب الصغيره بس. وبقاله معايا حوالي 2 سنين ونص تقريبا. تدي عصبي جدا، غيور، بيزعل لما بهتم بكلب تاني حتى لو ابنه. أه مش عارف، مش بحس ان الاكل بيستهواه قوي، بس وبيحب ياكل. لو انت هتاكله بايدك هيبقى الموضوع بالنسبه له مختلف وحلو. بيحب يجري جدا، يعني ممكن يجري كذا كيلو وراك وهو مستمتع جدا. ما بيروحش لاي حد بسهوله. بس يعني انا بحس شخصيته قويه بصراحه انا بس بيسمع الكلام، يعني هو فاهم وعاقل وبيسمع الكلام. ولاده لسه بنحاول نسيطر عليهم عشان هم صغيرين شويه. جنجا شخصيته مختلفة جدا عن تيدي. جنجا هادي اكتر، بيحب يلعب كتير، بس في اوقات كده بتحسه مش عايز يلعب براحته، بيلعب بمزاجه. اول مرة نزل المية فيها نزل المية لوحده، كانت مفاجأة ان هو كان بيعرف يعوم وطلع منها بمزاجه برضو. بيحب يلعب مع اي كلب عادي جدا، طيب جدا، ما بيحبش العنف خالص، شقي شويه بس لذيذ شقاوته يعني. بيسمع الكلام. لما بقوله على حاجه دايما بلاقيه مستجيب ليه، بس ساعات يعني برضو بيكون رخم شويه، مش عايز، انا مصمم على اللي بيعمله، بس دايما بيكون بيفهم من كلامي عايزه منه ان هو ما يعملش حاجه او يعمل حاجه، بيفهمها، بس بيعمل مزاجه في اوقات معينه قليله جدا. واوقات كده يجي كده جنبي يلعب معايا وبتاع، بيبقى بحس بطيبته، بحس بان هو حنين كده. ان هو مسك لي حرامي دي كانت حاجه مهمه جدا. يعني هو فضل في اليوم ده، انا كنت بعمل دهان وحاجه في شاليه، وهو فضل يهوهو كتير جدا واحنا مش مركزين، احنا مركزين في الشاليه. المهم ان هو ما سكتش، فضل يهوهو حوالي ربع ساعه او 10 دقايق لحد ما قلنا نطلع بس نشوف في ايه. لقينا حد فعلا بيحاول يفتح الباب وبتاع. فيعني هو بالنسبه لي مميز جدا، يعني بيساعدني في حاجات كتير. اتجوز مرتين، خلف 10 كلاب، وفي منهم معايا واحد ابنه، والباقي بقى راحوا لناس برضو كده، مش بنبيعهم طبعا، بس لما بنلاقي حد، مش اي حد، لما بنلاقي حد فعلا مهتم بالكلب وفعلا هياخد باله منه ممكن نديهوله عادي من غير اي فلوس. وكل فتره بنطمن عليه، او ساعات بننسى عادي. بص، هو الحقيقه انا كنت بعمل حاجه، كنت باخد بس اول ما احس ان انا زهقان او متضايق او عندي اي حاجه كده ستريس، اخد تيدي واخد العجله واطلع اجري بيه على البحر. وهو كان بيتعامل بقى، يعني هو بيروح للناس اللي تقريبا انا عايز اروح لهم ويتعرف عليهم ويبدا يعرفني عليهم. فهو كان مفيد جدا بالنسبه لي، بيعمل لي علاقات يعني في كل حته. كان في كلبين كده تبع، يعني دايما بيكونوا عند اوتيل قريب كده مننا.
ومره كنت ماشيه بالعجله وهم هو كانوا جايين عليا ان هم متضايقين مني مثلا في حاجه معينه، لقيته هو يعني هو عليهم جامد بس مش بشراسه، من بعيد كده، بس هم خافوا يعني. ابو جالوم دايما بتكون اوقات كتير الكهرباء ساعات بتقطع فيها وكده، باخده معايا هناك في وقت لما بيكون الكهرباء قطع والدنيا ضلمه وكده، امشي معاه يمشي معايا في اي حته، بلاقيه جاي ورايا. بس بحس ان هو اول بس ما بيحس باي حاجه غريبه، سامع صوت اي صوت غريب بيهوهو، بيحسسني ان في حاجه في ممكن حاجه جايه حاجه قريبه، مشكله او اي حاجه. لوحده كده بلاقيه جاي ورايا من غير ما بقوله ان هو يكون جاي معايا، بتكون الدنيا ضلمه، بتكون مش شايفه اي حاجه قدامي، وهو بيكون شايف وحاسس بكل حاجه اكتر مني. بس والناس بتحبه، يعني وجوده في المكان بيخلي الناس فرحانه. يعني لما بيجيلي حد دايما انا بتارجت ناس اللي هي تكون بتحب الحيوانات وبتحب الكلاب وبتاع، بيجي الناس بقى ايه، الله تيدي انت كلب جميل، فبيتفاعلوا معاه، فهو عامل روح للمكان. احنا بنسمح بتواجد الكلاب يعني، بس طبعا الكلاب يعني اللي عنده كلب لازم يكون مسؤول عنه بجد، مش ما ينفعش يبقى عندك كلب ومهمل فيه، يعني ده مش صح. نصيحتي لاي حد من وجهة نظري عايز يربي كلب هو انه ما يخليش الكلب يمشي معاه بليش، يخلي الكلب يوصل معاه لمرحله ان هو يكون ماشي جنبه، بيسمع كلامه، بيجري وراه. يعني طبعا الضرب للكلاب ده شيء ما بيديش اي نتيجه، حتى لو انا في يوم غلطت وعملت ده غصب عني في عصبيه، فده بيدي نتيجه عكسيه. يعني هو بيسمع كلامك قدامك ويرجع من وراك يعمل عكس تماما اللي انت بتقوله عليه. اكتر حاجة ممكن تكون مفيدة ان هو لما يتربى من هو صغير اكتر، ان هو يكون من هو صغير معاك، بيشوف كل تفاصيل حياتك وبيتعايش معاك بيها، بيكون اوقات معينة بيكون روحه موجودة، يعني تحس انت بروحه زي يعني زي البني ادمين بالظبط. يعني ليه الكلاب في دهب اقل خوفا وعنفا من الناس عن القاهره او عن اماكن تانية كتير؟ عشان هي بتتعامل معامله مختلفه. يعني هنا الكلب محدش هنا بيأذي كلب بيضربه بتاع، نادرا جدا لما ده يحصل. الكلاب بتاكل كويس، كل الناس عندها، بس مفيش سيستم لده، هو الانسانيه. انت بتشوف كلب في الشارع وانت معاك اكل خلاص هترميه، بدل ما بترميه في الزباله بتديله للكلب، يعني انت ما عملتش حاجه زياده، ما اشتريتلوش اكل مخصوص بس. وتتعامل معاهم كويس. اصلا الناس بتلعب معاهم، الكلاب بتنزل تعوم في الميه، بتلاقي الكلب شيلنج كده على المشايه في الشارع في الشمس. فمش عارف، يمكن الجو حاجات كتير هنا مختلفه. يمكن عشان الناس هنا بتحب الكلاب اكتر من كتير قوي ناس بتحب الكلاب، كتير قوي ناس بتحب تربي كلاب، وحتى الكلاب الشارع بيتعاملوا معاهم بطريقه لطيفه ومش بعنف. مش هم البني ادمين لما بيعاملوا الكلاب بعنف، الكلاب بتكون عنيفه لوحدها، مش يعني انتوا البني ادمين هي السبب في ان الكلاب تكون تتعامل بعنف او بتتعامل بحب او بطريقه لطيفه مع البني ادمين. وبكده انتهت حلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واتمنى ان احنا نكون خدنا بالنا من حاجه انا من زمان واخد بالي منها وبحاول اوصلها للناس، وهي ان حتى الكلاب الصغيره تنفع كنوع من انواع الحراسه. واحنا ذكرناها قبل كده في كذا حلقه ان فعلا الكلب الصغير بيبقى عامل زي جهاز الانذار، مجرد ما بيسمع صوت بيجري على المكان الصوت وبيشوف فيه ايه. زي تيدي طول ما احنا قاعدين قبل ما اي حد بيجي المكان او بيخبط على باب المكان كله بنلاقي تيدي قام ونبهنا ان في حد جاي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى تكونوا استفدتوا منها، ونتقابل في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.